يسعد لي مساكم يا أحلى أمارات وأجمل متابعين قناة سيلة الغاليين. كل سنة وانتوا طيبين وبالشهر الكريم فرحانين، وفي لمتنا الحلوة على الفير دايما متجمعين، ورمضان هل كريم. علينا شهر الرحمة والغفران، نوره بيملأ الدنيا في كل مكان. يا رب تقبل منا صالح الأعمال، وتجعلنا من عتقائك يا كريم يا رحمن. ليلة القدر بنستناها بقلوب مؤمنة، فيها الأجر والثواب يا رب ارزقنا. رمضان كريم يا شهر الخير، رمضان كريم يا شهر الخير. في عالم مليان حكايات وتجارب بنقابل مواقف تخوف وتخلي القلب يقلق والعقل يحتار، وأهم حاجة في اللحظات دي كلها إن يكون عندنا قدوة صالحة نتعلم منها يعني إيه يقين في ربنا، وإن الحق مهما اتأخر لازم يظهر. وحكايتنا النهاردة عن طفل جميل قلبه طيب وإيمانه أكبر من سنه. بطلنا الجميل إبراهيم طفل عنده 7 سنين، هادي مؤدب وبيحب مامته وباباه قوي، ودايما بيحاول يعمل الصح حتى لو كان صعب. في يوم رجع من المدرسة مش زي عادته، وشه متغير وعينه في الأرض. دخل البيت، سلم بصوت واطي وقعد في أوضته من غير ما يحكي حاجة. مامته حست إن في حاجة غلط، دخلت عليه وقعدت جنبه وقالت: مالك يا حبيبي؟ إبراهيم سكت شوية وبعدين قال بصوت مكسور: ماما، المديرة عايزة تقابلك بكرة. اتخضت مامته وقالت: خير يا إبراهيم، عملت إيه؟ نزلت دمعة من عينه وقال: صحابي بيقولوا إني سرقت مسطرة واحد فيهم، بس والله ما عملت كده، ومعرفتش أقول إيه ولا أثبت إني بريء إزاي. ضمته مامته لحضنها وحست بوجع قلبه وقالته بهدوء: تحب أحكي لك عن نبي مر بموقف أصعب من ده بكتير، لكن ثقته ويقينه في ربنا خلته يخرج من محنته بسلام. رفع إبراهيم عينه وقال: مين؟ قالت بابتسامة: سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان يا مكان في زمان بعيد كان فيه نبي اسمه إبراهيم، كان قلبه مليان إيمان عظيم. شاف ناس بتعبد أصنام، قال لهم ده كله كلام. يا حبيب الله يا إبراهيم، يا رمز الخير يا إبراهيم. يا حبيب الله يا إبراهيم، يا رمز الخير يا إبراهيم. وفي مكان اسمه بابل في أرض العراق اتولد وتربى طفل جميل اسمه إبراهيم. كبر إبراهيم وشاف قومه بيعبدوا الأصنام، تماثيل معمولة من حجر وخشب، لا بتسمع ولا بتتكلم ولا تقدر تنفع حد ولا تضرهم. حتى أبوه نفسه كان بيصنع الأصنام بإيده ويبيعها للناس. لكن إبراهيم من وهو صغير قلبه كان حاسس إن في حاجة غلط. كان بيسأل نفسه: إزاي نعبد حاجة إحنا اللي عاملينها؟ وفي ليلة هادية وقف إبراهيم يبص للسما، شاف نجم بينور فقال: ده ربي. لكن النجم غاب فقال في هدوء: لا أحب الآفلين. وبعدها شاف القمر منور السما فقال: ده ربي. لكن القمر اختفى هو كمان. وبعدين طلعت الشمس أكبر وأوضح، قال: ده ربي، ده أكبر. لكن لما الشمس غربت قال كلمته اللي طلع من قلبه واثق: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ومن اللحظة دي إبراهيم عرف إن رب واحد، رب السما والأرض، مش حجر ولا خشب. رجع إبراهيم لقومه وحاول يقول لهم إن الأصنام دي مش آلهة، وإن ربنا موجود في كل مكان، لكن قومه كذبوه وما صدقوش كلامه. وفي يوم قرر إبراهيم يعلم قومه درس عمرهم ما ينسوه. دخل على مكان الأصنام وكسرها كلها إلا أكبر صنم فيهم. ومش بس كده، ده كمان ساب الفاس اللي كسرهم بيه على دراعه. ولما رجعوا سألوه: مين اللي عمل كده؟ قال لهم بهدوء: اسألوا الصنم الكبير
لو كان بينطق. ساعتها سكتوا وعرفوا إنهم بيعبدوا حاجة ما تقدرش حتى تدافع عن نفسها، لكن بدل ما يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى غضبوا وقرروا يرموه في نار عظيمة. وإبراهيم كان واقف لوحده لكن قلبه ثابت، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر الله النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ووقتها واقف كل اللي بيتفرجوا على إبراهيم وهو بيتحرق، لكن معجزة ربنا وكلمته خلت إبراهيم يطلع سالم من النار، علشان يفضل قدوة لينا كلنا ولأي حد بيحس بالظلم ومش عارف يثبت حقه بيقينه في الله وثقته بإن ربنا ما هيسيبه في موقف صعب زي اللي مر بيه. مامته بصت له وقالت: شايف يا حبيبي، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي قومه طول الوقت كانوا بيحاربوه واتساب لوحده، عمره ما شك في ربنا. إبراهيم مسح دموعه وقال: أنا كمان واثق في ربنا حتى لو الناس ما صدقتنيش. في كل صباح حين أرى النور أشعر أني في حفظ وأمان مسرور. الله يرعاني يسمع دعائي، هو خير حافظ يا رجائي. في قلبي ثقة تملأه هناء، شكرا يا ربي على كل عطاء. وانتوا كمان افتكروا دايما إن ربنا شايف الحقيقة كلها، حتى لو الناس ما شافتهاش، حتى لو اتظلمت، لو اتهموك بحاجة ما عملتهاش. خليك واثق إن ربنا لأن ما بيضيعش حق حد، زي ما نصر إبراهيم عليه السلام هينصر كل قلب صادق ومؤمن بيه. الله ربي هو مولانا، نرفع أيدينا بالدعاء، نثق به في كل شيء، هو خير حافظ وراعي. يرزقنا صبرا جميلا ويجعل الأمر سهلا. ودلوقتي معادنا مع فزورة صغيرة. يا ترى إيه اسم والد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لو عرفتوا الإجابة اكتبوها في تعليق، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من حكايات سيلة. وأشوفكوا في حلقة جديدة في قطايف بالسكر، ورمضان كريم عليكم، وسلام.